السلام عليكم ومرحبا بكم في طبخ سوسو. اليوم جيتكم بوصفة نتاع لابيري بالمرقاز بصلصة بنة جد رائعة. نروح نحضروها كيف. عندي 3 حبات بطاطا كبيرة الحجم، قطعتها إلى مكعبات ونسلقها في الماء والملح. ومن جهة أخرى نجيب كسرونة نقطع فيها حبة بصل متوسطة الحجم، نضيف عليها 2 حبات طماطم، ونضيف عليهم حبة من فلفل أخضر. مام هما نسلقهم في الماء والملح لمدة تقريبا 18 دقيقة. وهنا بعد ما نسلقوا لي الخضروات نتاوعي نجيب ميكسور ونميكسيهم مليح حتى نتحصل على واحد القوام اللي يكون كيما لاسوب. كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو. نضيف عليهم هنا كمية نتاع القزبر، نزيد نضيف شوية ملح، يعني الملح يبقى اختياري، ونضيف عليهم فلفل اسود، كمون، فلفل احمر، نصف ملعقة نتاع طماطم مصبرة، ونضيف عليهم كمية من الزيت 2 ملاعق كبار، ونخلط مليح لاصوص نتاعي ونخليها تغلى من جهة. ومن جهة أخرى نروح نقلي المرقاز اللي عندي. عندي 200 غرام مرقاز نقليه نصف قلي، ومن يتقلى نصف قلي يعني نحط هذاك المرقاز اللي عندي في لاصوص كما راكم تشوفوا، ونخليه يزيد يكمل طياب في لاصوص لمدة 15 دقيقة. نغلق على الكسرونه تاعي ونخلي هذاك المرقاز يطيب في لاصوص. نروح نجيب البطاطا اللي سلقتها ونضيف عليها ملعقه كبيره زبده، 3 حبات جبن، ورشه نتاع فلفل اسود، وربع كاس حليب، ونجيب الميكسور ونميكسيها مليح حتى نتحصل على لابوري. يعني هنا كل ما تحسوا بها راه عادة ثقيله نضيف عليها شويه حليب ونخلط. صراحة صدقوني تجي بزاف بنينة هاد الأكلة وراح ما تشبعوش منها. وهنا بعد ما وجدوا لي كامل الصوالحي نروح نجيب طبق التقديم ونقسم هذاك الصحن هذاك نصف نحط فيه لابيري والنصف الآخر نحط فيه لاصوص والمرقاز، والتزيين ولا الديكوراسيون يكون اختياري. يعني نديكوري كيما نبغي. وهنا تكون هاد اللمسة الأخيرة نزيدو دايما هادوك الوريقات نتاع القزبر من الفوق باش يعطينا هذاك نظرة جميلة. وكانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. صدقوني بزاف بنينة، جربوها ما تنساوش، أكثر من رائعة. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، ونلتقي في وصفة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.